اهلا وسهلا. اهلا ساره. مبسوطين فيك انك منورنا اليوم. والله احنا اللي مبسوطين فيك. الله يخليك، تسلم. وشرفتي. الله يخليك، مبروك طبعا الاطلاق وكل شيء. تسلمي. بس خطوه كبيره، اكيد خايف كنت منها او متوتر على الاقل؟ اكيد على خفيف يعني. أوكي. بس ابدا ما في توتر، بالعكس الخطوه مدروسه ومحسوبه ومن سنتين مخططين لها والحمد لله. ايه. بس ما تقلق انه الناس مثلا يعني كذا يضيعوا شويه؟ لا بالعكس، ايلون ماسك اشترى تويتر 45 مليار دولار وغير اسمه في يوم. ايوه. على اكس. بالعكس التجديد مطلب، وبالعكس احنا ما طلعنا من الهويه القديمه، بالعكس أيوة. مستمرين، حافظنا عليها واختصرنا الاسم. الاختصار، واغلب البراندات الكبيره مختصره الاسم. لويس فيتون اغلب الناس ما تناديه لوي فيتون، تناديه مثلا الفي. ايوه. طب وانت من البدايه لو يعني مثلا لو قلنا لك انه انت مثلا عشان موجود في هذه العيله دخلت هذا المجال، ولا انه يعني فعلا انت تحب هذا المجال ولا لا كنت اكيد تتمنى؟ البدايات كانت كذا. ايه. بدينا شغل من عمر صغير واستمرينا والمهنه وراثه. ابوي وجدي الله يحفظه الله يرحمه، فوراثه المهنه. أيوة. اكيد بعدين انزرع فينا الشغف وحب المهنه هذه. ايوه. بس لو انت مثلا ما انت في هذا المجال او كانوا قالوا لك عبد العزيز انت يقول لك حر، ما يختار الانسان الا ما كتب له. ايوه. الحمد لله مبسوطين، ولو ما راح يكون احسن من ذا المجال. ما شاء الله. يعني صح باين انك تحب الشغل والكلام هذا كله، بس احكي لي على موضوع سناب تحديدا. اوكي. سنابك هذا اللي عامل جدل. انت ما شاء الله في سناب، انا ابغى اعرف دحين انت لما تسافر من بلد لبلد في شنطه خاصه للعطور ولا ايش يصير؟ اهم شيء العطور. اوكي. ما نقدر نستغنى عنها. قبل السفره العطور. ايوه بالضبط. فشنطه ولا ايش تسوي؟ شنطه هي موجوده يعني، كل العطور موجوده. كل العطور موجوده. لازم تكون موجوده. بس هذا وزن. وزن. لا ما عليك، مدبرين. مو مشكله. وبتصير خلاص تقعد انت وتتكلم عن العطور والكلام ده كله. بس ليش انت اخذت هذا الخط؟ لا العطور جزء من اللايف ستايل حق الانسان. اوكي. اكيد انت في يوم تطلعي ما تتعطري، لا اكيد كلنا نتعطر، بس الفرق هنا ان نصوره. ايوه. ففي التصوير موجود في سناب. بس هذا الفرق. بس انت ما شاء الله يعني صاير كانك خلص يعني دحين يعني من مشاهير سناب. يعني ما تقدري تقولي كذا، بس موجود بسناب. ايه. لا من مشاهير سناب صاير يعني على الخفيف بادين. يعني بتطلع باكسبلور. كم صاروا المتابعين ولا ما تبغى تقول؟ كم تتوقعي؟ ما ادري. يعني شوف بتسوي سحب وجوائز، المفروض يكون العدد عالي تقريبا. ايه كم؟ انت ادرى يا ساره. لا والله كم؟ قل لي ولا ما تحب؟ لا خليها كذا. عديت مليون؟ لا اكثر من مليون. اوكي. طيب بس انت بتستغله ممتاز يعني للترويج. والله الهدف مو ترويج، الهدف لايف ستايل اكثر. اوكي. اي يعني شخصي اكثر. اوكي. طيب وايش الناس بتقول لك على المحتوى حقك في سناب؟ والله انا اشوف المحتوى عادي. يعني جدا سمبل. اوكي. ايش مثلا ايش الناس ما يعلقوا لك تعليقات مثلا ينتقدوك على شغلات؟ لا بالعكس والله الاغلب ايجابي، يعني 99% ايجابي. اي وال1% هذا شيء. ال1% نادر ما تجي. اوكي. نادر جدا. اوكي. طيب وقصه انك انت بعدين يعني طول الوقت يعني صارت بتتداول لك فيديوهات، عارف اكيد فيديو السكينج اكيد اشهر فيديو هذا يعني في الفتره الاخيره اللي هو اشهر ملياردير عازب هذا. خلينا نفصفص هذه الجملة. الله يسلمك. انت عازب؟ ايه. اوكي. لسه عازب. حلو. ملياردير؟ تقريبا يعني ما نقدر نقول، بس يعني يعني نحسبها تقريبا. يعني ملياردير الا ولا ملياردير خلاص؟ عشان الجملة نعرف تكون هذه صعبة، عشان نعرف دقيقة تكون الجملة لما يحطوا اشهر كده ملياردير عازب يعني. تورطت. اوكي. طيب الان الفيديو هذا انتشر، صار في كثير كلام على موضوع انه الارتباط وما الارتباط وكذا. انت ما في اي نوع من الارتباط في حياتك؟ حاليا لا. اوكي. بتفكر ترتبط؟ اكيد ان شاء الله. اي اوكي. فانه يعني هذا الشيء موجود قريب ان شاء الله. في مشروع يعني اكيد. ان شاء الله. حاليا ما في احد، بس ان شاء الله. اوكي. يعني الفكره موجوده. أكيد الفكره يعني بتكون موجوده. بس انت عارف ان في كثير شائعات ربطتك مع كثير ناس. هذه الشائعات الناس تحكي يا ساره. أيوه. انت ادرى في ذا المجال. ايوه. الكل يحكي. بس انت تحب انك ترتبط مثلا ممكن احد من مشهور او معروف او كده او لا يعني افضل لا. تفضل لا. تفضل احد ما له دخل بهذا المجال. ليش؟ يعني احس صعب. اوكي. صعبه.
صعب من ناحيه انك انت مثلا رجل شرقي، ولا صعب؟ لا شرقي شرقي. شرقي. اوكي اوكي من هذه الناحيه تحسه ايوه صعب. بس خلينا كويس انه احنا وضحنا الموضوع هذا. الفيديو هذا حق انصدمت لما شفته انتشر الفيديو حق السكينج. لا ما قبل كذا انتشرت فيديوهات ثانيه. أيوة. بس يمكن هذا اخذ صدى اوسع. هذا اخذ صدى عربي. أي. كمان لانه انا صاروا كثير ناس يبعثوا لي اياه، يعني من جنسيات عربيه يعني. أي. يبعثوه ويتكلموا عنه، فقلت والله خلاص بان ارب بان ارب صرت إيه بس يعني. الحمد لله تعلمنا سكي. ايه والله. أي. كويس صرت يعني. تعرفي تسوي سكي صار؟ لا لازم تتعلمي. والله. ليه؟ انا بكلم عبد الرحمن. ليه؟ ليه؟ حلو. تبغى تخلص مني ولا ايش؟ لا ان شاء الله ما حد يخلص. لا ان شاء الله. بس انت صرت فنان؟ لا حلو. فنان يعني تقريبا بلاك. اوكي. أي. اوكي طيب حلو، ماشي على الخط يعني. ان شاء الجاي الله ان شاء الله نلقاك بلاك. ان شاء الله ان شاء الله إن شاء نقعد الله نروح بإذن كورشفل. ان شاء الله باذن الله. اوكي طيب كنت كمان بدي اسالك على شيء ثاني. يعني بصراحه كمان بما انه إيه. نتكلم عن الاشاعات والكلام هذا كله، إيه. الناس جالسه بتقول كمان انه انت بتسوي هذه المسابقات على السوشيال ميديا عشان تزيد الفولورز. لا هي مسابقات شخصيه، بالعكس الواحد في سنابه يقدم شيء مفيد للناس بالنهايه، وان شاء الله يروح للناس اللي محتاجه الجوائز هذه باذن الله. بس انت ما تعرف هو محتاجين ولا مو محتاجين. بس ان شاء الله انها رايحه للناس محتاجه باذن الله، وبالعكس الواحد يقدم شيء يفيد الناس. طيب ليه ما سويتها على سناب ابراهيم القرشي؟ لا هذاك تجاري ما له أيوة. علاقة، هذا شخصي. اوكي. أي. فانت عاملها مره مبادره شخصيه يعني. أي. وحتستمر في هذا لا الموضوع؟ اكيد لا، بس من فتره لفتره بالعكس يعني. اوكي. وكثير على هذا النهج، مو بالسنه الحاليه يعني. ايوه صح. كثير ايوه مستمرين. ايوه بس هو يساعد في الانجيجمنت في الانجيجمنت اكيد، في التواصل اكيد الناس تبي شيء انجيجمنت. اوكي. ايش جوابك اللي تبي تجاوب عليه؟ انا قلت لك انه انت عندك شخصيتين، شخصيه في سناب وشخصيه بس طبيعي البارت اللي بالسوشيال ميديا مو نفس البارت اللي يكون، لان بالنهايه الواحد غير في حياته عن. اكيد ما راح يظهر البارت كامل بالحياه. ايوه بس بالنهايه نفس الشخصيه، مستحيل يكون شخصيتين. لا اوكي. فانت بتحس انه يعني مثلا الشخصيه الهاديه اللي بتعمل هذه طبيعتك، ولا انت بتقول عصبي انت كمان؟ أنا انسان مش هادي. اوكي. أبداً. ايوه بس بتبين ترى مره هادي في السناب. يمكن ما اتكلم كثير. ايوه بس ايوه بتبين كده رايق. رايق. انت رايق؟ لا على خفيف. لا اقل من 1 ل10 قديش رايق؟ 6. لا 6 عالي. لا 6 كويس. جملت نفسك شوي؟ شوي. اوكي طيب اخر شيء بس بدي اقول لك يا بلال، ما شاء الله عليك انت بتسافر وبتروح وبتجي وبتعرض حياتك يعني. أي. ما تخاف من مثلا تعليقات الناس، الحسد، اشياء من لا ذا؟ كل نصيبنا الا ما كتب الله لنا، وبالعكس كان الناس الثانيه في ناس مهما تشوفي في ناس افضل، وفي ناس بتعرض حياه اعلى من المستوى اللي موجود، وبالنهايه كل صاحب نعمه محسود، بس بالنهايه الواحد يحصن نفسه ويتوكل أيوة. على الله. بالعكس الناس فيها خير يا ساره. ايوه. أيه. وايش قاعدتك في الشغل؟ قاعدت في الشغل من اي ناحيه؟ انه في الحياه في الشغل انت شيء تؤمن فيه في الشغل للنجاح يعني. التوفيق من الله. اوكي. والبركه من الله. ايوه طبعا اكيد، بس اكيد في شيء مثلا النية. انت إن تعتقد صلحت انه نيه الانسان صلح عمله.